السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. نلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال وصحه جيده ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم كيكه بارده او كيك تيراميسو، كيجي لذيذ بزاف وزوين. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. كيف العاده ما تنساونيش من لايكاتكم وتعليقاتكم الزوينه اللي كتشجعوني بها دائما. الا كانت اول مشاهده لكم القناه، ألف مرحبا بكم. ضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش دائما توصلوا بالجديد. ونبداو بسم الله. خديت معلقة من القهوة سريعة الذوبان مع كاس ديال الماء يكون سخون، غادي نخليها على جنب. خديت هنا بسكوي اللوتوس، خذوا نتوما اي بسكوي بغيتو اولا اي بسكوي متوفر لكم. انا دائما كنخدم بهذا، كيعجبني المذاق ديالو، كيجيني زوين. غادي نضيف كميه اللي غادي نضيف الكريمه باش غادي نسمها، وغادي نخلي شويه باش غادي نزين به الوجه ديال الكريمه ديالي من الفوق. صافي غادي نطحن هاد البسكوي هذا. صافي دابا من بعد ما طحنته غادي نغربلو. هاد البسكوي اللي غربلت هو اللي غادي نخليه باش نزين به الوجه ديال الكيك ديالي، واللي بقى في الصفايه هو اللي غادي نسم به الكريمه. دابا غادي ندوز باش غادي نوجد الكريمه. غادي نستعمل كيس واحد من بودره الكريم شونتيي، وغادي نضيف ليها 2 الكيسان ديال الحليب يكون بارد. انا عبرت هنا بالكاس ديال العنبه، وغادي نطلع هاد الكريمه. الا عندكم الكريمه السائله خدموا بها، مهم نتوما اللي متوفر لكم خدموا به. انا خدمت بالكريم شونتيي هو اللي كان عندي. نتمنى تقبلوا على هذا الفيديو، وحتى الا درت شي اخطاء غير قبلوا عليا وصافي. والله اني درتو مزروبه، ما كنتش صراحه ناويه نصور، اني مشغوله شويه وعييت في الصراحه بزاف، قديتش كاع نصور حتى شي حاجه. صافي دابا من بعد ما طلعت الكريمه غادي نزيد ليها 2 العلب ديال البيرلي. نتوما الا عندكم الجبن ديال الماسكربون ضيفوه. انا خدمت داكشي اللي متوفر ليا، كيف ما كنقول لكم دائما انا كنخدم داكشي اللي كيكون عندي في الدار. راه حتى هكا كيجي زوين. يعني الواحد كيتشهى شي حاجه ولا ما كانتش متوفره شي مكون من دوك المكونات اللي غادي نحضروا بهم الكيك ديالنا اولا شي حاجه اخرى، يعني نعوضوا بشي حاجه اخرى، ماشي ضروري ديك الحاجه خصها تكون. وكنضيف 2 الاكياس ديال الفاني. صافي كنخدمها غير واحد شويه على ما كيتجانسوا المكونات اللي ضفت ليها. واخا تبان لكم خفيفه معليش، لان مع الجو سخون بزاف، وحتى الحليب اللي خدمت به ما كانش بارد بزاف. يعني فاش ندخلها للثلاجه راه غادي تجمع. غير نتوما ما ديروش نفس الخطا اللي درت انايا. خدموا بالحليب يكون بارد مزيان، وحتى الكريمه حتى هي خاصها تكون بارده. انا كيف ما قلت لكم في الفيديو كنت شويه مزروبه، هذا علاش. صافي دابا كنضيف هذاك البسكوي ديال اللوتوس اللي طحنت قبيله، هذاك اللي كيكون شويه غليظ ماشي اللي غربلت، هو اللي كنسم به الكريمه. كيجي واحد الطعم ديال البسكوي في الكريمه لذيذ بزاف. صافي دابا غادي ندخلها للثلاجه على ما نقاد هذا البسكوي. خديت هذا البسكوي اللي خاص بالتيراميسو، كيكون راه كيكون موجود في جميع المحلات، يمكن لكم تلقاوه. خديت انايا هاد العلبه هادي، خديتها من مرجان، فيها وقيله 3 ولا ما 4 والله ما عقلت. استعملت فيها 2 وبقات لي فيها شي حاجه، يعني راه كافيه. حتى لا درتو الصفيحه اكبر من هذه اللي درت غادي تكفاكم.
دابا كيف ما كتشوفوا معايا كناخذ هاد البسكوي وكنغطسو في القهوه اللي صوبت. كتكون بارده لان كانت باقا سخونه. غادي يتفرتت لكم البسكوي بزاف لانه هو دغيا كيتشرب هذا البسكوي هذا. حتى هكا ما تفزقوش البسكوي بزاف باش ما كيتفرتتش، لانه كما قلت لكم هذا البسكوي كيشرب دغيا. صافي خديت هاد البسكوي قطعته على جوج باش كنعمر داك الفراغ اللي بقى ليا. ودابا غادي نحط طبقه ديال الكريمه. غادي نوزعها على الوجه ديال البسكوي بهذا الشكل هذا. انا خدمت غير بمعلقه، يعني كنرتاح فيها، كتجيني الخدمه فيها سهله. ودابا غادي ندير الطبقه الثانيه ديال البسكوي، حتى هي غادي نستفها بنفس الطريقه. وبغيت نقول لكم سنه هجريه سعيده ان شاء الله، بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله، وكل ما تمنيتوا ان شاء الله. والله يخلي لكم صحيحتكم ووليداتكم وكل ما عز عليكم يا ربي. صافي دابا من بعد ما كملت الطبقه ديال البسكوي، خديت هنايا شويه ديال الكركاع، رمشتو غير شويه، خليت فيه طريفات كبار، خلطته مع الكريمه كيجي زوين باش كنكونوا ناكلو وكنحسوا بديك القرماشه، كيجي زوين بزاف. صافي دابا غادي نقاد لها الوجه ديالها بالكريمه بهذا الشكل هذا. غادي ندخلها الثلاجه حتى تشد راسها، حتى دوك الطريفات ديال الكركاع كيبانوا فيها كما كتشوفوا معايا في الفيديو. دابا غادي نزينها بالبسكوي اللوتوس اللي طحنت قبيلات. وهذا هو الشكل النهائي ديال الكيك تيراميسو، كيجي زوين بزاف ولذيذ. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكون عجبتكم وصفه اليوم من طبيعه الحال. خليتكم على خير وكنتمنى لكم اوقات ممتعه ويعطيكم دائما الصحه والهنا. خليتكم على خير، نتلاقاكم في فيديو اخر ان شاء الله.